القتل العام اللي بالسنة الماضية 23/6/2020 يلي صار بخليج. أكثر شيء يعني بدنا نحكي عن القتل العام اللي بيصير بمناطقنا. القتل العام اللي صار بخليج السنة الماضية 23/6/2021 كان هو استهداف مؤتمر ستار. مثل ما بنعرف نحن كلنا مؤتمر ستار، يعني إذا ما بنشتغل بمؤسسة مؤتمر ستار بس نحن كلنا تحت راية مؤتمر ستار، كلنا بنعود لمؤتمر ستار باعتبار نحن نساء وكلنا بنشتغل بالعمل التنظيمي أو العمل الإداري. فمو غريبة إنه أي وحدة منا تكون مستهدفة من قبل الاستعمار. هو الاستعمار دايما هدفه المرأة، نعرف انه اي مجال المرأة تكون بس في البيت، المرأة تكون بس لبيتها وما تشتغل بالعمل التنظيمي، ما تعرف حريتها، انه تكون دائما في حدا يسيطر على المرأة. هدف العدو هو دائما هيك. بس نحن كنساء منظمات، نحن كنساء نعرف الحركة، نحن كنساء إداريات في عنا إرادة قوية. إذا العدو استهدف مرأة واحدة نحن من بعد المرأة أو نخاف من العدو أو نترك شغلنا إنه يصير في مجال للعدو يجي يستهدفنا مرة ثانية. هلا بشهر حزيران فينا نقول من شي يومين كمان تركيا كلكم شفتوا شهيدة دانيس كمان العدو التركي كمان بشهر حزيران استشهدت على إيد العدو التركي. كمان هي كانت مرأة سياسية بتشتغل بيرجع على البيت. المرأة عندها أولاد، المرأة عندها بيت، المرأة عندها شغل، فيها تدير كل هالشيء، يعني هي بتكون صاحبة إرادة قوية أكثر من الرجل. الرجل بيروح على شغله بيجي على البيت بيرتاح، المرأة بتيجي على البيت في عندها أولاد، في عندها شغل البيت، في عندها طبخ، في عندها كل شيء، بدها تدير كل هالشيء. فإرادة المرأة القوية العدو ما بيتحمل هالشيء، دايما بده يكسر المرأة. فشو بيساوي العدو؟ بيجي بيعمل قتل للمرأة. يعني وين ما كانت المرأة، هلا شهيداتنا الرفيقة زهرة ورفيقة هابون والأم أمينة. الأم أمينة كانت مثل شو كان ذنبها؟ إنه إجوا لعندها ضيوف من حركة مؤتمر ستار، يعني ما عندها ذنب ولا عندها شيء، كانوا قاعدين بأمان الله وعم يحكوا وعم يتصاحبوا. العدو إجا ضربه، هون صار قتل العام. في رفيقة هابون هي كانت قيادية كمان، رفيقة هابون كمان هي من عائلة ثورية، هي كمان بيحبوا الحركة. أول شيء كانت تشتغل بالهلال الأحمر، يعني فينا نقول بعد ما تركت الدراسة بعد الأحداث ما كملت دراستها، كانت معلمة كمان، هي معلمة بتربي الأجيال. بعدها اجت اشتغلت بالهلال الأحمر، وقت ما صار الهلال الأحمر بالكوباني اجت اشتغلت بالهلال الأحمر. الهلال الأحمر مثل ما بنعرف هن منظمة إنسانية تخدم المجتمع، أكثر شيء تخدم المرأة. حبالة زهرة حبت تشتغل هنيك وراحت اشتغلت بالهلال الأحمر، أخذت دور هنيك. بعد ما اشتغلت بالهلال الأحمر فترة راحت على دار المرأة، يعني فينا نقول إنه كل شغلة كان بخص المرأة. يعني حبالة زهرة كانت عايشة يتيمة الأب مع أهلها، هي كانت يعني الكبيرة بالعائلة، كانت بتربي عائلتها، يعني هي فينا نقول كانت مثل الأم لعائلتها. فأجى العدو كمان ما تحمل هاي الإرادة القوية من حبالة زهرة وحبالة هابون وإرادة آمنة، اجت استهدفتهم. هو هدف العدو مثل ما قلنا إنه ينزل المرأة.